السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحلى متابعين في الدنيا. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كده حاجة جميلة ولذيذة وكل ولادنا بيحبوه. مش كل ولادنا بس والله، ده معظم مصر كلها واقفة طوابير على عربية السمين في الشارع. يعني بصوا حاجة كده من الآخر، هنعملها في البيت وكمان نضيفة، وكمان هتضمني ان انت تعملي كمية حلوة لولادك. طبعا الرغيف يعني بادي كده بره في الشارع وكمان مش مضمون يا حبيبة قلب. فيلا بينا بقى نعمل وصفة النهاردة، وصفة جميلة كده وكمان بأبسط ما يكون. ما نصعبش الأمور على قد ما احنا متفقين شعارنا في قناتنا. يلا بينا نعمل كل اللي نفسنا فيه وما نخليش حاجة توقفنا. لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل اشعار بالفيديوهات اللي انا بنزلها. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. طبعا اللي لسه جداد عندي واللي لسه هيدخلوا قناتي، اتمنى طبعا ان قناتي تنال اعجابكم واكون عند حسن ظن الجميع يا رب العالمين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا انا قلت لكم وعرفتكم قبل كده مره واتنين ان انا غيرت اسم القناه من حله وبوتاجاز مع ام عمر الى مطبخ ماما سحوره. طبعا الاسم دوت انا حبيت ان هو يكون يعني خفيف كده وكمان اقرب ليا، انا حاساه يعني عن اسم حله وبوتاجاز مع ام عمر. فطبعا اللي لسه القناه طبعا عشان لسه مغيره الاسم، فيا جماعه البحث مش هيظهر معاكم مطبخ ماما سحوره غير بعد فتره. هتحاولوا مره واتنين ما ظهرش معاكم مطبخ ماما سحوره القناه بتاعتي، ممكن تكتبوا في البحث على جوجل حله وبوتاجاز مع ام عمر هيظهر معاكم على طول، لان طبعا القناه لسه معرفه بالاسم القديم اللي هو حله وبوتاجاز مع ام عمر. تمام كده، يلا بينا ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف النهارده عملنا كفته السمين ازاي، او كفته عربيات السمين المشهوره جدا في العتبه وطبعا في شوارع مصر كلها اللي كل ولادنا بيحبوها. حتى احنا يا كبار كمان ممكن نشتاق للاكله الجميله دي. يلا بينا. بصوا كده مبدئيا انا معايا الخضار بتاعي كله كده طازه وفريش، جايباه من السوق. معايا الطماطم والخيار والفلفل والبصل وكل ما هحتاجه النهارده، سلطاتك بقى وبابا غنوجك وحركاتك. جبت طبعا كده الاول رغيفين عيش، العيش ده كان بايت عندي، رحت جبت رغيفين عيش وقطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهنسمه بس كده بالميه. يعني ايه هنسمه؟ يعني يا دوبك هبلله كده بالميه، مش هحط عليه ميه كتير ولا حاجه، يا دوب ان هو يطرى معايا بس كده. تمام يا حبايب. بعد ما نسمت بقى العيش كده بالميه بالشكل دوت، طبعا زي ما قلت لكم ده كان عيش بايت عندي على الرخامه، فرحت واخده رغيفين وعاملاهم. لو عيش صابح يعني ما رجحش ان هو يكون عيش صابح ان انت تشتغلي بيه، فخليكي طبعا الوصفه المضمونه زي ما انا هعمل كده بالظبط تشتغلي عليها، وان شاء الله هيطلع معاكي احلى كفته سمين واحلى سندوتش هتعمليه لاولادك على طريقتي وعلى وصفتي ان شاء الله. بصي بقى يا حبايب قلبي، العيش بعد ما سبته بس حوالي 5 دقايق على الرخامه كده، شايفين هو كده خلاص باش. هصفيه كويس جدا من الميه اللي فيه، يعني على قد ما تقدري حاولي تعصريه وتنزلي الميه اللي فيه كلها. وهجيب الكبه بتاعتي كده وهنزل بكميه العيش اللي انا بلتها. شايفين تحسوا ان هو كده نفش وكمان زاد عن الكميه اللي احنا عملناها. هبدا بقى بعد ما حطيت العيش المبلل كده في الكبه بتاعتي، هجيب بقى بصلتين كده، كنت بصلتين وسط غسلتهم ومجهزاهم كده مع قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حار. وطبعا لو انت من النوع اللي بيحب الحاجه سبايسي زودي بقى وايه في الشطه والحاجات اللي انت بتحبيها انت وولادك. طبعا احنا بنحبها نص نص كده مش سبايسي خالص، فرحت حطيت قرن واحد بس كده من الفلفل الحار وقرنين من الفلفل الرومي العادي، وقطعت البصلتين كده شرايح وحطيتهم في الكبه وهنزل عليهم برضو. يعني طبعا بعد ما بضربهم كده الاول هقول لكم انا هعمل ايه بعدين. طيب عايزه اقول لكم برضو على حاجه حلوه وحاجه كويسه جدا هتفيدكم، ان انتم تخلي بالكم من كل حاجه وكل تركايه انا بقولها في فيديو النهارده، علشان يا حبيبه قلبي ما تاخديش الوصفه كده من بره وتيجي لي جري وتقولي خلاص انا عرفتها وهنفذها. لا بالعكس، في حاجات وفي تركات ممكن نقولها في بقيه الفيديو، يعني نصايح حلوه كتير. وكمان هنعمل مع بعض سلطه الطحينه بطريقه جميله جدا جدا، عايزه اقول لك غير المعتاده اللي الكل متعود عليها وكلكم بتعملوها في البيوت. هنعملها النهارده بطريقه ممتازه في فيديو النهارده. هنعملها زي يعني هتدوقيها كده هتقولي توميه، مش سلطه طحينه خالص خالص. يعني هنعملها بطريقه حلوه وعبقريه، وكمان يعني زي ما قلت لك فاخر من الاخر هتعجبك ان شاء الله.
يلا بقى بايدك الحلوه كده اعملي لايك للفيديو الجميل دوت عشان يقدر يتصاعد كده ويوصل لاكبر عدد من المشاهدين، علشان نقدر نوصل بالقناه بتاعتنا لمكانه ترضيني وترضيكم باذن الله تعالى. انا عايزه اقول لكم ان انا فعلا نفسي القناه بتاعتي يعني تتشاف وتتسمع وتكون كده على مرء البصر. طبعا انتوا فانزاتي ومحبيني، طبعا الكل بشكر كل متابعيني في القناه بتاعتي، بشكركم فعلا يعني. عايزه اقول لكم من القلب للقلب فعلا انا بشكركم ان انتوا بتتابعوني. يعني لو فضلت اشكركم من هنا لحد سنين قدام مش هوفيكم اجركم طبعا يا جماعه. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا، ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب العالمين. نرجع لفيديو النهارده بقى وبلاش رغي كتير يا ام عمر. بصوا بقى العيش، بصوا انا وريته لكم بعد ما ضربته مع البصل نعمته جدا في الكبه، يعني كده تحسين ان هو ايه بقى ليونه خالص. هديله كمان ضربه بعد ما انا نزلت كل الحاجات اللي كانت في جوانب الكبه كده، بحيث ان انا اضمن ان ما يبقاش عندي حاجه خشنه خالص، ولا بصل ولا عيش في قلب العجينه اللي انا هعملها. تمام. فرحت نزلت بقى الجوانب كلها كده في الكبه من تحت بالمعلقه كده او بالسباتيولا، وبعدين ايه نعمتها اديتها كمان ضربه. هنيجي بقى على العامل الرئيسي في الوصفه بتاعت النهارده اللي هي اللحمه. طبعا انا كان معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بتاعتي انا جايباها يعني قلت للجزار وانا بجيبها بقطعها لحمه صافي وبعدين بيفرمها لي، فبخليه يجيبها لي يكون فيها ايه حته دهنه، بقول له مثلا انا هعمل بيها كفته، انا هعمل بيها حواوشي، فهو بياخد باله من النقطه دي فبيجيبها لك فيها نسبه دهون. طبعا يعني انا بحب ان انا اجيبها اقطعها كده فريش وبعدين اخليه يفرمها لي وانا واقفه. تمام. انا متعوده على الحكايه دي يعني. طبعا حماتي ربنا يجازيها خير علمتني الموضوع دوت، حتى لما كنت اروح اعمل كفته فكانت تقول لي تقطعي اللحمه الاول وبعدين تخلي الجزار يفرمها لك، ما تجيبهاش مفرومه من عنده عشان ما تكونش مركونه او حاجه. فطبعا علمتني حاجات كتير، ربنا اداها الصحه والعافيه. حماتي ربنا يا رب يديها الصحه والعافيه ويبارك في عمرها. بصوا بقى كده انا جبت التوابل بتاعتي اهو بالشكل دوت. معايا بقى الدقه متعودين عليها، ومعانا فلفل اسود وكزبره وكمون وبابريكا وكركم وملح، ويا سيدي بقى على التوابل يعني كل ما لذ وطاب عندك في مطبخك انزلي بيه على الخليط اللي هنعمله دلوقتي. حطينا بقى طبعا في الاول قلنا العيش المبلل كده بعد ما صفيناه كويس جدا من الميه، وحطينا البصل والفلفل الرومي والفلفل الحار، وحطينا اللحمه والتوابل، وهنضرب كله بقى مع بعضه كده ايه ضرب مبرح كده ابن حلال لحد ما كل العجينه تتجانس مع بعضها. طيب صلتوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما خلي ذكر الله، ودايما صل على الحبيب المصطفى في كل اوقاتك يا حبيبه قلبي، هترزقي من حيث لا تحتسب. طيب عايزه اقول لكم برضو ونرجع لمرجوعنا بتاع الكفته. انا ليه قلت لكم طيب على موضوع الكفته اللحمه لما بجيبها وافرمها عند الجزار؟ لان انا احكي لكم موقف حصل معايا، الموقف ده ما انساهوش طول عمري. رحت جبت اللحمه مفرومه من عنده، كنا في ايام عيد، وعملت الكفته عنده اللي هي الكفته الرز. ورحت بقى روحت البيت وكنت بقى ايه حماتي، فاحنا بنصبع الكفته كده، هي بتصبعها وانا بحمرها وراها. وبعيد عنكم بقى انا حمر في الكفته الاقيها تفش كده وتفرش في قلب الزيت يعني اكنها عجينه. كل ما احط الكفته في الزيت واحمرها الاقيها فرشت وبقت يعني حاجه منظر صعب صعب. عايزه اقول لكم اليوم ده انا شفت بهدله. انا حبيت احكي لكم طبعا عشان تتعلموا من المواقف. من ساعتها يا لهوي ما اروحش ابدا عند بتاع الكفته واجيب ايه لحمه مفرومه كده، لازم اجيبها لحمه مكعبات واخليه يفرمها لي قدام عيني كده. بصوا عايزه اقول لكم اليوم ده انا شفت بهدله يا لهوي يا لهوي، ربنا ما يكتبها عليكم. فخلاص فطبعا بقول لك ايه اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. خلاص انا اتعلمت من الموقف ده ما تنتهوش تاني ابدا ابدا. فبص بقى نرجع لمرجوعنا تاني. بعد ما فرمت الخليط كله مع بعضه بالشكل دوت هبدا بقى انضف سكاكين الكبه كده. عايزه اقول لكم الكبه دي نفعاني والله العظيم، دي ايدي ورجلي الصراحه يعني امتنان يعني. بصراحه انا بحب بتسعفني في كل حاجه. هعمل محشي يا سلام كده على طول، البصل والخضره والدربك كله في ثواني اعمل زي ما انتم شفتوا كده الخليط دوت. يعني بصراحه من الحاجات الكويسه اللي انا جبتها. انا ما كانش عندي كبه فرحت بقى اشتريتها وشغاله بيها الله ينور. طبعا بدل ما اقول يا جارتي ويا صاحبتي ويا سلفتي، لو على ايه حاجتي عندي تغنيني عن سؤال غيري.
بص بقى يا حبيب قلبي، رحت بقى بعد ما عملت الخليط وركنته كده ايه حوالي نص ساعه في التلاجة بس كده يجمد شويه. هنعمل مع بعض بقى زي ما قلت لكم سلطه الطحينه الجباره اللي انا قلت لكم عليها في اول الفيديو. عايزه اقول لك بتركات جميله جدا، اكنك بتاكلي توميه بالظبط، طبعا من غير كلفة التومية. معايا كده مع طبعا التوم اللي عندي مهروس مفرزاه، حطيت معلقة صغيرة من التوم في قلب كده شفشق الخلاط، وهنزل عليها بعلبة زبادي بلدي. لو عندك حليب رايب مفيش مشكلة، عندك كوباية حليب مش هتنفع عشان نبقى صراحة مع بعض، هي بتتعمل بالزبادي او الحليب الرايب. وحطيت نص ليمونة كده عصرتها، يبقى انا كده حطيت طبعا لو مش عندك توم مهروس هتحطي 3 فصوص توم، انا حطيت معلقه صغيره من التوم المهروس، وحطيت عليها عصره ليمون، وحطيت عليها علبه الزبادي، وهنزل عليها كده بالطحينه. الطحينه دي يا ام عمر اقسم بالله انا جايبه ب5 جنيه طحينه. خدوا بالكم بقى من كلمه 5 جنيه طحينه دي، شاريه ومكلفه وصارفه ومكلفه. جايبه ب5 جنيه طحينه سايبه من عند اسمها ايه السرجه، بتاع السرجة، جبت منه ب5 جنيه طحينة. بص بقى ب5 جنيه طحينة ده هيرمي معانا كمية قد ايه بعد شوية الاضافات اللي ضفناها الجميلة دي، وتخلي طعمها ممتاز. وهنيجي بقى يا حبايب قلبي هقول لكم، هحط بقى حبة دقة كده صغيرين. الدقة طبعا بتاعتي فيها كمون وفيها كزبرة وفيها شطة وفيها فلفل اسود وفيها كل ما لذ وطاب. فهنزل بكده ايه بنص معلقة صغيرة من الدقة على الخليط دوت. وعندنا برضو اضافة جميلة خالص هتخلي طعمها حلو، هنحط معلقة صغيرة من الخل. يا سلام يا سلام بقى على شوية سلطة طحينة فاخر من الاخر، هتاكليهم وتاكلي صوابعك وراهم. طبعا معانا بقى الكفتة والحواوشي والحاجات الحلوة دي ما تحلاش غير بالطحينة، فحاجة كده ترطب كده. فانا حبيت اضيف لها علبة الزبادي. بصي ما كلنا بصراحة، ما قلناش حموضة ولا كلام فاضي من الكلام ده كله. بص انا كده بوريكم السماكة بتاعتها كده، وخدتي لحسة كده وانا واقفة. يا سلام، بقولكم حطوا اللايك حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي على الفيديو الجميل ده. بس وبصوا هي بقى يعني هفضيها دلوقتي وهوريها لكم هي عامله ازاي، كريمي يعني متماسكه. دي بقى علبه الزبادي زي ما قلت بوريها لكم اهوت، ما رميتهاش ما استغنيتش عنها، فرحت بقى ايه استغلتها افضي فيها سلطه الطحينه اللي انا عملتها. طيب هفضيها كده وارجع لكم تاني اوريها لكم انا عملتها ازاي، وقد ايه هي كريمي وجميله وكمان طعمها جبار. بصوا بقى ب5 جنيه طحينه عمل لنا قد ايه عبوتين اهو. علبه الزبادي ما شاء الله مليانه اهي اهي، شايفين سلطه الطحينه، شايفين كريمي يعني مش سايبه كده ولا حاجه، وكمان طعمها فوق الروعه. ادي بقى تركايه وحركايه كده اتعلموها مني. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ما تاخديش المعلومه وتجري من بره يا امراي. حطي لايك بقى للفيديو الجميل ده عشان ايه نقدر نصعده ونوصله لاكبر عدد من المشاهدين، ويا ريت تعملوا بقى شير لكل اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم علشان نقدر نوصل بالقناه بتاعتنا لمكانه احسن بكتير كتير، عشان نتشاف بقى ونبقى مشهورين، واخدين بالكم؟ طيب يلا بينا بقى نخش على مرحله الكفته. طبعا بعد ما طلعتها من التلاجة فضلت 5 دقايق كده في التلاجة يعني تجمد شوية عشان اعرف اشكلها. فطبعا ايه مفيش، ده ابني بيسألني على حاجة ما تاخدوش في بالك، فبقول له مفيش. فرحت بقى ايه جبت الكفتة بالشكل دوت، وهبدأ بقى اكورها كده اعملها على شكل كور كده. ما هنعمل بقى كفتة سمين، يا سلام بقى وعربيات السمين ويا جمال. فاروح بقى ايه الولاد دلوقتي بيتريقوا على بعض يقول لك إيه انت اكلت مش عارفه ايه في الشارع مش عارف ايه. بلاش بقى نتكلم ونقطع على اصحابنا، اصحاب الاكلات في الشارع. طبعا اكل الشارع ده ربنا محلله، وربنا يرزق كل من كان يا رب العالمين. فانا بقول لك يا حبيبه قلبي اعمليها في البيت، هتوفري حاجات كتير، وهتوفري كمان صحه ولادك اللي طبعا هيعدموها باكل الشارع والزيوت والحاجات دي كلها. طيب الكفته دي يا ام عمر هتعمليها ناقصها حاجه، هقول لك ما انا ما استغنتش عن حاجه خالص. يعني الكفته السمين بتاعتي كلفتها بجميع الطرق. طبعا انا عندي اللي هي فاكرين اللي انا عملتها ليه الخروف لما عملتها في العيد، لما قلت لكم انا سيحت اللي وعملتها. لو انتوا طبعا مش فاكرين اللي مش متابعين قناتي ممكن تدخلوا على القناه وتشوفوا الفيديو بتاع اللي انا عملته. بصوا جميله جمال يا اخواتي ما اقولكوش، بعمل بيها كل حاجه على الاطلاق. اوطي صوتي عشان ولادي ما يسمعونيش. بعمل بيها الرز بشعريه، وبعمل بيها البطاطس والباميه وبعمل بيها الملوخيه. وبصي كل حاجه جميله جمال. اصلا انا لما عملتها في فيديو، خشوا على الفيديو كده وشوفوه، ما خلتش ليها ريحه خالص، مش يعني بدون مبالغه مش باين ان هي ليا خالص.
تمام. فرحت بقى حطيت معلقه كبيره كده بنت ناس في الطاسه بتاعتي كده، وهبدا بقى ايه انزل بالكفته بتاعتنا في الليه دي، وهبدا بقى اشوحها كده. خدي بالك النار بتاعتك بتكون في الاول عاليه، وبعد كده بتبداي توطي عشان تستوي من قلبها كويس. تمام. هنبدا بقى ننزل بالكور بتاعتنا كده اللي هي الكفته اللي احنا عملناها مع بعض وشكلناها، ونبدا بقى ايه نشوحها تشويحه حلوه كده بنت ناس. ويا سيدي بقى على الريحه وعلى الجمال وكمان على الطعم، يا خراشي يا خراشي، حاجه كده فخر من الاخر. طيب انا عايزه اقول لكم انا ما عملتش النهارده، يعني فعلا اكله النهارده كنا عاملينها كده ايه، فاكرين نفسنا كده في الشارع. عملنا طبعا شويه سلطه بلدي بالخيار والفلفل والطماطم وحبه بقدونس وجرجير وبصل وليمون وخل وكمون. عملنا طبق سلطه بقى ايه اللي هو السلطه البلدي بقى، يعني فاخر من الاخر. وعملنا معاه شويه سلطه الطحينه اللي انا عملتهم معاكم دلوقتي وريتهم لكم. وطبعا عملت طبق الكفته اللي هو السمين دوت، وعملت 4 رغيفه حواوشي. كل ده ام عمر من نص كيلو مفروم، قسما بالله من نص كيلو لحمه مفرومه اللي انا قلت لكم عليه، وما كدبتش عليكم في حاجه خالص خالص. انا عملت شويه الكفته السمين كده وصورتهم معاكم. وبعد ما طلعت الكفته كده وسويتها، رحت جبت فحمايه وولعتها وحطيتها كده في ورقه فويل، ونزلت عليها كده بحبه زيت صغننين، ورحت عامله بقى الريحه بتاعتها كده في قلب الكفته والحواوشي. وهاتتك بقى احلى اكله. الولاد انبسطوا بدل اكل الشارع والكلام الفاضي ده كله، كمان وفرنا فلوسنا ووفرنا مجهودنا ووفرنا صحتنا. وبألف هنا على اللي اكل من الوصفه، والف هنا على اللي هيعملها وياكل منها. فعلا تستاهل ان انتوا تحطوا لايك للفيديو الجميل دوت. بحبكم في الله احلى متابعين، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. ما تزعلوش مني لو انا رغيت كتير في الفيديو بتاعي النهارده، بس انا بصراحه لما بقدم لكم فيديو بحب ارغي معاكم كده وفضفض اكني قاعده معاكم كده إيه وجها لوجه زي ما بيقولوا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب العالمين، ربنا يجعل الود والمحبه ما بيننا دايما، ربنا يحسن ما بين ايديا وايديكم وتعملوا احسن مني بكتير كتير. ادعوا لي في صالح الاعمال، ادعوا لي ان القناه بتاعتنا تتشاف وتتسمع وتكون من اعلى القنوات واكبر القنوات، طبعا بدعمكم الكبير ليا انتوا عيلتي الكبيره. بحبكم في الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله بقدمه لكم. واتمنى فيديو النهارده ما كنتش طولت عليكم فيه. اترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.